الابطال المصري اللي هم 4 هيشاركوا في البطوله اللي في الامارات. ادي البطوله الرابعه. وبعدين عنده كاس العالم للانديه اللي هتنطلق 12 سبتمبر، سوري ديسمبر، 12 ديسمبر. مين عنده تقيلات كده غير النادي الاهلي؟ مين؟ ويقول لك اصل الاهلي ما شاركش في البطوله العربيه اصله خايف. خايف. الاهلي بيخوف مش بيخاف. انما الراجل واقعي. واحد لقيته كاتب بوست يقول لي الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي علشان نسي يبلغ الراجل بميعاد الماتش بتاع كاس الرابطه. طب اسباب لما بتسمعها تضحك، لانه في مدير فني بيبقى معاه الاجنده، اجنده الماتشات واجنده البطولات، ونسي يكلمه فالقى اضطر ينسحب من قدام المصري. شفت؟ هو انسحب بقى من بطوله الرابطه دي عشان ما بلغوش سيد عبد الحفيظ بميعاد الماتش. والنبي ده كلام يصدق. وطبعا تلا ذلك بقى قال لك يانكون ماشي بتاع حراس المرمى، وقمصان ماشي، وحتى بتاع التسويق ده امير توفيق ماشي، وما اعرفش ليه الخطيب قاعد. ما هو يمشي. لجنه التخطيط هي كمان تقرر رحيل الكابتن محمود الخطيب ونهزر بقى، مش كده؟ انما الاهلي يبقى، يتغير المتغيرون ويبقى النادي الاهلي. دي حاجه بس حبيت بيها، حبيت اتكلم فيها، لان انا ببقى مستغرب من الحاجات اللي زي دي. الاهلي عنده معسكر يوم 22 اغسطس، يرجعوا من الاجازه، وبعد كده عنده معسكر في النمسا في احدى مقاطعات النمسا. مارسيل كولر يعني مبسوط من هذا المكان يعني، ورشحه. المترجم بتاع كولر قال لك مش بتعرفوا تفرحوا. الجوادي مش بتعرفوا تفرحوا. ليه مش بتعرفوا تفرحوا؟ عشان الناس قاعده تقول ده ماشي، وقمصان ماشي، وينكون ماشي، وزكي ماشي، وعلي ماشي. كل الناس قاعده ماشيه ورا الشائعات، لكن الاهلي مش كده خالص. بس انا مش في حاجات في الاهلي مش عايز اسمعها بقى. ما حدش يقول لي اصل كولر ما يعرفش ان سيد عبد الحفيظ ماشي. هنقول له ما انت بتهزر. كابتن سيد ما كانش عارف ان هو ماشي غير يومها هو قاعد في الاجتماع. هقول له انت بتهزر، كل الكلام ده مش صح. كابتن سيد عبد الحفيظ عارف قبلها باسبوع. مستر كولر متفق مع اداره الاهلي من شهر على الموضوع ده، والكابتن سيد عبد الحفيظ كان عارف بالقصه دي، لكن من اسبوع قبل اصدار القرار عارف ان القرار بعد اسبوع. فمش عايزين بقى ايه يعني الاهلي مش صاحي من النوم فجاه. ده اكتر حاجه بقى قنبله الضحك. قال لك اصله مشي عشان والله حد قال كده من شروط رئيس الزمالك انه يمشي ان سيد عبد الحفيظ يمشي. طب مثلا يقول للخطيب يمشي الراس بالراس يعني، لكن سيد عبد الحفيظ يمشي؟ يعني لو انت عايز حتى تقول ايه كدبه والناس تصدقها قول كده، لكن طبعا مفيش الكلام الفارغ ده. انما انت بتقعد تضحك، والناس يبدو ان هو الحاجات دي بقت تستهويها، فالكل يخش يزيط، والزيطه وكتر الزيطه بتحول الموضوع لموضوعات بجد، والناس بتصدق لدرجه ان انت طول ما انت ماشي الناس تقول لك هو الكابتن سيد يمشي ليه؟ طب والاهلي هيعمل ايه؟ طب مين فرض على الكابتن خطيب؟ ايه ده؟ يا ابني فوق يا ابني. يعني كابتن خالد بيبو استلم المهمه، تحس انه داخل من هناك. ها عارفين انتوا اللي هو الداخل شديد جدا. قال لك خصم 2.5% من راتب احمد عبد القادر بعد اللي كتبه على السوشيال ميديا. اما احمد عبد القادر عمل ايه بعد 5 دقايق؟ شال البوست. 2.5%. خد بالك 2.5% بالنسبه لك بتاخد باكوين يعني بكام؟ 50 جنيه 2.5% بالنسبه لنا احنا، لكن 2.5% الناحيه الثانيه دي بواكي. فالواد سمع 2.5% طير. بص مش شير، طير البوست. ولو كان قال له بم زياده كان ممكن يبص يطير الاكونت، او بيقولوا عليه ايه، يهكر الاكونت. يعني اذا حد كمان 2.5%، يا نهار 2.5% كتير قوي. فخالد بيبو نازل بقى بص بتقله. ايوه كده نازل بتقله.
ماشي. واحنا في الزيطه دي طلعوا حاجات في اتحاد الكوره وقرارات، والرابطه طلعت حاجات لك محدش حاسس. الناس كلها بتتكلم على سيد عبد الحفيظ، وبتتكلم على مدرب الزمالك وسوريو خد فلوسه ولا ما خدش فلوسه، اداره الزمالك قاعده ولا ماشيه. فمهما تقعد تتكلم بقى في الرابطه تقول بقى جوايز او مش جوايز، كنت تصبر. والله قال لك اسرع ديليفري في مصر علي معلول، حد دريان؟ قال لك في الرابطه هو الاكثر فوزا بجوائز المباريات بتاعه الرابطه، 5 مرات يكسب احسن لاعب. فده بقى يعني بيدينه جايزه يعني. زيكو بتاع حرس الحدود قال لك اداء استثنائي رغم ان فرقتك نازله درجه تانية، وهو كان اكتر واحد خد جائزه رجل المباراه هذا الموسم. فازاي تحقق المعادله الصعبه؟ حد واخد باله؟ يعني اكتر واحد خد رجل المباراه كان زيكو، مصطفى زيكو بتاع حرس الحدود مع فرقته يعني. قال لك لو عايز تجيب جول كلم زيزو على التليفون. اول مره اعرف ان احمد دياب دمه خفيف كده. لو عايز تجيب زيزو على التليفون، لو عايز تجيب جول كلم زيزو على التليفون. سلام. احمد زيزو اكتر لعيب صنع اهداف الدوري المصري ب 13 تمريره حاسمه. هداف الدوري في اسكندريه من جديد مابولولو المتالق اللي هو بتاع الاتحاد السكندري 16 جول. اخطبوط بيراميدز اكتر حارس مرمى حافظ على شباكه نظيفه هذا الموسم، 18 مباراه بشباك نظيفه من 33 مباراه. حلو كده. لكن افضل حارس محمد الشناوي بتاع الاهلي، هو كده. التاني 18 مباراه، شناوي 17 بتاع الاهلي. شناوي بيراميدز 18 مباراه نظيفه، شناوي بتاع الاهلي 17 بس النظافه عند بتاع الاهلي بتلمع يعني برضه مش انا نظافه يعني، بس طبعا انا بهزر. لكن الاهلي خد افضل. فين يا ابني الجدول؟ الاهلي خد افضل، الشناوي خد الافضل لانه شباكه مش بس نظيفه، اقل حارس مرمى احرز فيه اهداف 13 هدف فقط كان النادي الاهلي. عشان كده حارس مرمى هو اللي اخذ هذا اللقب. بيراميدز كان 24 مباراه. حد حس في القصه بتاعتنا بالليله دي؟ طبعا لا.